بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي ينتصر على الداخليه 2-1، هدف قاتل لعمرو السوليه. قبل ما اتكلم عن المباراه عايز اتكلم على الحكم ابراهيم محمد، حكم هايل. هو ده الحكم اللي المفروض الطبيعي انه يحكم ماتشات كره قدم. حكم تمركزاته صح، حكم وقفته ونظرته لكل لاعب صح، حكم قراراته سريعه. خد ضربه الجزاء مش لازم يرجع للفار، على الاهلي بس ضربه جزاء خلاص، مش لازم بقى نرجع للفار و10 دقايق ومراجعات فار. حكم مدي فرصه للالتحامات لكل لاعب يلتحم مع اللاعب. ما هي دي الكوره، مش اي لمسه تيت. ما هو انا مش شايف الملعب، انا اصلا حكم في الطراوه، فاي لمسه هصفرها سواء بقى على الاهلي او الداخليه زي ما ربك يريد. لو انا هصفر واحسبوها انتوا مع بعض. فحكم هايل، نتمنى انه يستمر على هذا الاداء. مش عايزين نقف كتير عند حته الحكم، ندخل على المباراه على طول. شوط اول للنادي الاهلي، شوط مش هقول لك مثالي، بس شوط انا ما شفتهوش من فتره كبيره قوي للنادي الاهلي. سيطره، استحواذ، لا مركزيه من لعيبه النادي الاهلي. نجم المباراه محمد مجدي قفشه في نص الملعب.